عليكم. مواجهة نارية كانت اليوم بين الهلال والشباب، يعني بين ياسين بونو وكذلك الظاهرة المغربية عبد الرزاق حمد الله الذي سجل ثنائي اليوم، لكن واحد لم يحتسب بداعي الأرجوع على اللاعب صاحب التمريرة. عبد الرزاق حمد الله اليوم عذب لك بونو، نعم سيدي عذبه بمعنى الكلمة، لكن بونو كان له في المرصاد أيضا. بونو حرق غلاق عليه الماء والضوء، نعم سيدي كان قريب سجل هاتريك، لكن بونو أنقذ الهلال من الخسارة اليوم ومن التعادل، وبذلك الهلال فازت بجوج الأهداف، الهدف واحد على الشباب السعودي. لكن حمد الله تبارك الله اللهم بارك لا زال يقدم الشيء الكثير، رغم أن اللاعب لم يعد مرغوب فيه من قبل الاتحاد. فريق الاتحاد الآن انتقل إلى الشباب وبدأ أيضا في العطاء وتسجيل الأهداف كما هو معلوم دائما مع هذا اللاعب الكل يدور الذي يبدع ويمتع في كل فريق يذهب إليه يضع البصمة ديالو. اليوم نعم سيدي مارك لك الهدف الأول بالراس، الهدف الثاني كيفاش جا اشتراها، والهدف الثالث ضيعوا نعم سيدي. الأولى حيداروا الحارس أغلق الزاوية، والثانية هزة على الحارس، ولكن مع الأسف نعم سيدي جات خارج القائم وشباك فارغة. يعني كانت فرصة سانحة للتسجيل، فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، لكن هو نفسه حمد الله ما صدقش راسو فاش ضيع ذاك الفرصة، كان قريب جدا من تسجيل هدف التعادل. رأيكم في مباراة اليوم بين حمد الله وبونو؟ وهل حمد الله مازال عنده شي بلاصة أنه يرجع يلعب في المنتخب الوطني المغربي، أم أن البلاصة ديالو مشات؟ لأن اللاعب ثقيل وكبر في السن، وكاين هناك دراري صغار في المنتخب الوطني المغربي، وأنا أظن أن المكان عبد الرزاق حمد الله لا تعود موجودة في المنتخب، لأن خسرنا هذا اللاعب لسنوات طويلة بسبب تعنت المدربين وكذلك اللاعب نفسه.